خبر عاجل وهام جدا بتاريخ اليوم، الجمعة 22 من مايو عام 2026 ميلادي. الجيش يتقدم نحو أبو زبد ومعارك عنيفة في غرب كردفان. ولكن قبل بداية التفاصيل صلي علي النبي وتابع الصفحة حتى ننقل لكم آخر الأحداث. أفادت مصادر عسكرية للعنوان 24 بأن القوات المسلحة السودانية مسنودة بالقوات المشتركة والقوات المساندة حققت تقدما ميدانيا باتجاه مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان في إطار عمليات عسكرية تهدف إلى استعادة السيطرة على محاور الإقليم. وقالت المصادر إن محيط المدينة يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والمستنفرين من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى، وسط استخدام أسلحة ثقيلة ومتوسطة وسماع دوي انفجارات في أطراف المنطقة. وتكتسب أبو زبد أهمية استراتيجية في غرب كردفان نظرا لموقعها ضمن مسارات الحركة بين عدد من المحاور، ما يجعل السيطرة عليها مؤثرة في موازين العمليات بالولاية. وبحسب الإفادات الميدانية تسعى القوات المسلحة عبر هذا الهجوم إلى تضييق الخناق على قوات الدعم السريع وإغلاق الجيوب المتبقية لها في المنطقة.